يا موت حيلكم، عاوز اموت. دي فيها حاجة؟ الحموت انا ولا انتوا؟ قلت عاوز اموت وقعتوا فيني زي الصقور لما تلقى لها جتة كل واحد شال له حتة. لا من كملته كمان عاوز اموت، ما عاوزين تخلوني. هنا ما ميت من زمان. مالكم ما عارفين؟ عالم مستهبل بشكل. اي شيء فيني ماتت، الحياة، الرغبة، الامل، حتى الحب. فضل لي شنو؟ ما يا جثة متحركة. عرفتكن. خايفين من الدفن، ما دايرين تخسروا فيني الكفن. مش خلاص سيبوني اموت وما تدفنوني. ها دي حلوها كيف دي؟ ايوه سيبوني اموت وما تدفنوني، ارموني البحر. ايوه ارموني البحر عشان ياكلني السمك، عشان يشبع ليكم، كان يملى كروشكم ما بتتملي دي. عاوز اموت مش على كيفي، عاوز اموت وبهدوء. هاي حاموت وفي عينكم حاموت، حاموت. هاي قايلين فتشوني، قايلين عدموني الشيل بقتل بنفسي. تقتل مرتين افضل، لا شيء سواها هي الاحسن. وللصباح يكون دمي نشف وانا ذات عندي دم. سيبوني اموت، يعني اسيب انا كنت امشي تحت في القمر. خلاص يا ولد اركب كولومبيا واحجز في اول رحله متجهه للقمر عشان تصل بدري. اصل القمر ومعاي اضواء وخيوط فضيه، اجلس على يمين القمر وجنوب الفاصل المداري بتاعه، وبمزق هاج كده اخلف كراع فوق كراع وادوبي. الليل الطويل، الليل والنهار واحد على العميان، والموت والحياة واحد على السجمان. تضيق بك الوسيعة وما تلقى لك أمان، أحسن لك تموت والقمر أحلى مكان. وتنتحر يا ود انتحار روميو ما حلم بيو وعجي راجع. وخيوط الفضة مبرياني كده الانتحار يا بلاش، وهسيب لكم الوطة تعملوا فيها الدايرين وبلا قرف. حمار حمار انت بتحلم والله يا ودل. يلحقوك في القمر ذاته ينكدوا عليك. القمر قال ويلموا فيني الامريكان ويقولوا ارهابي عربي يحاول الانتحار على سطح القمر. سيبك يا ولد
انتحر انتحار بلدي، وكله عند العرب انتحار. سكوت سكوت. يلا يا واد يا عبد الله، امرق من الدنيا وسيب الدنيا وسخ الدنيا ومنعوله. ليه يا ناس؟ حرام عليكم، كرهتكم وكرهت الدنيا عشانكم. كنت بحب الدنيا، كنت بحب الحياة، كرهتوني ليه؟ كمان عاوز اموت، ما عاوزين تخلوني. انا حموت غصبا عنكم، شايف؟ غصبا عنكم. كنت حموت براي، لكن وقت حموني علي وعلى ريعديد جمال، ريعديد اتقدم اكتر. وقفت مالك؟ ها؟ الواحد فيكم عامل فيها اسد، ها؟ يتضرع وهو اقطعك. اقطع جبان علي وعلى حديد. هاي كلكم واحد، البر والجوا مراية، والشيء اللي عمرها ما بتتغير. لكن هاي انا عارف دي حرب اعصاب، عايزيني اغير رايي، لكن انا رايي ما بغيره. قول لهم انا مصر ميت. شفت لك جنازه ماشيه على كرعينك، ده انا ده. يلا قول لهم انت عبيط، ما معقول تتقدم اقتلني. غريبه، مات فوق الفرح، بقيت ملخبط، ما بتراجع. يعني ما عارف. انت عايز اموت. انا جبان. لما انا انت جبان. انا انت جبان. على بعضه وانت الكسبان. ما كان هيشتغلوا بين المقتول لو قتلتني، كان هينشغلوا بيك انت الحي، ينشغلوا بيك لحد ما يقتلوك ويجيبوا خبرك. ما هو ده اللي انا عاوزه. ايوه، وابقى انا الضحيه، ويعرف انهم هم اللي قتلوني مش انت، ويلبسوني تهمه، يقولوا سرقتك ولا خنت عرضك، ويقتلوك ويعملوا ابطال. كون انت القاتل وانا المقتول وهم العداله. ما يمكن يطلعوني براءة، والله يقولوا دفاع عن النفس، والله يقولوا مجنون، وقضيتي تروح ساكت. والمجنون ما بيقتلوا؟ وتاني ارجع للعذاب، وترى دي ميت، وقضيتي تروح جمال في مرقة زي ما راحت امي. امك راحت، كلنا رايحين يا اخي. راحت وانا رحت معاها، وبقينا الاثنين جثث، بس هي تحت التراب وانا بفوق. البركه فيك. اهو كلام. معلش يا عبد الله. محمد. حلالك يا امي. عربيه يا اخوي. قتلوه. وما اشتكيت؟ انا ما عرفت القتله؟ انا انت غريب يا عبد الله. فعلا، عشان كده لقيت نفسي في المكان ده. يا ريت لو قتلوني معاه. انت قتلت امك ولا شنو يا عبد الله؟ ابدا. اتهموك بقتيله؟ ابدا. ما عرفت القتله؟ الناس مرضت. يعني ماتت بالمرض؟ لا، بالناس. عبد الله ما تجنني، امك دي مرضت ولا قتلوها؟ الاثنين. كان يوم زي اي يوم بيمر علينا، نفس المكان، نفس الحله،
الأوضة الضيقة عن قريبينه الحاب وزيرو سرير حديد مكسور. ساكنة معاك؟ كنا بنجي آخر كل شهر، وكان عندنا يوم خاص، يوم متعة، اليوم المفتوح. وكان اليوم ذاك اليوم المفتوح يوم اللحمة والسمك والفواكه والخضروات مما جميعه. اشتريته، لقيتها وقعة غمرانة قدامي، رميت الكيس. طماطم بزرعها. جسدها ما عليه إلا خرقة التوبة اللي اشتريته قبل 3 سنين. حصدتها. رفعتها، شلتها فوق كتفي وجري على المستشفى. بعد تعب حتى لقيت الدكتور. مسكت قروشة فوق ايدي. الدكتور هبشها هنا وهنا وهنا وكتب لي رقات. ان شاء الله لقيته فرق في الواضح. ما اهتميت، قلت واطا ولا راس جبل، المهم يعالجوها. يعالجوا عليك في المستشفى؟ من ايه؟ امك. فضل. ده شنو؟ الدكتور ما ادي لي الروشته. وعليك دخلت المستشفى جري. عجزة خانة السوق طوالي. عمولة. عماي. والغريبة الجرايد تقول لك الدواء موجود، دواء جرايد الا تمص الجريدة وتشرب مويتها. حصل قال لك الملح موجود؟ طبعا لا، لانه فعلا الملح موجود. وتقرا بالعكس طوالي. الكهرباء لن تقطع بعد اليوم. عنوان عريض في الصفحة الأولى، إلا تجري جري وتجيب اللمبة والجاز وحلك لما ترجع. اسمع، عملت شنو في الشتة؟ شتة؟ هاي جري ليس خان. لقيته؟ هو شلون بلقاه؟ قال لي الدواء 30 جنيه. مسكين. وانا جايب عدمان المليل. العقل ما مودر، تكون نسيتهم في البيت. اخر 10 جنيه في جيبي شال امي. الجزار؟ لا. بتاع الإيجار؟ بتاع الطابونة؟ بتاع الدكان؟ لا. طيب ده منو ده؟ التاكس. تاكسي؟ ليه يا أخي فوضى؟ ولا طبعا يكون شغال لك الأسطوانة. والله المشكلة البنزين والإسبيرات وبعدين شرح الظلت ذاته. نحن الشكب زورات الولدي والله صوت تعالى. امي. صوت امي محنا امشي بدارين. ضربات قلب الضعيف في اذاني. ايدي اللي اتقلب من عواجز الكسرة وقعت قدامي. وشيلته؟ شلته. الدواء يا أخي والله. صرخت في نص الاجزخانة، ما حتموت يا امي، ما حتموت يا امي، ما حتموت يا امي، ما حتموت يا امي، ما حتموت يا امي. وطبعا قالوا عليك شقي ومجنون. فعلا قالوا علي شقي ومجنون. الصيدلي بخلعة كده راح معدي لي الدواء. تستاهل. كنت عاوز اكسر رقبته واشيل الدواء. وريك زخانة ملانة. واحد كان عاوز مناكير. ما راجل لك رزم ابو 20 وابو 50، بس باريته لك لنهاية الشارع. اوعك تكون. ايوه كنت ونص و5. شلت ال 30 جنيه وجدعت له باقي الرزم في وشي. ليه؟ انا مش محتاج. هاي لا في ليه؟ انا ما شايف غير امي وانا ما حرامي. طبعا هو تلقاه وسط الناس. وانا مالك من الخانه خليك ما ليها حد وقعت فيه. ياهو الحرام اضربوا الحرام اضربوا الحرام ياهو اضربوا. والراجل كان معاهم. شايلينه؟ ابدا، هيادي كثيره وقعت فيني. حجار دراب والدواء انكسر. ما جبت خبره. قعدت ألقط في الدواء وصوت امي في اذاني. لقط في الدواء. مسكين. دخلوني في زنزانة. طيب كتمة. ودوني للقاضي. أول ما طلعت وجري على المستشفى ما لقيت لهم ياسر. مجرمين.
قالوا شال البوليس وما تلقى لها اهل ودفنوها. مسكينة. ما شعرت بنفسي بعد ذاك جري على القسم زي ما قالوا لي افتش لامي قلبت كل الفايلات عشان القى لي قبورها اثر. جريت البحر ما شايف غير عيون امي. وفي الاخر ما وعيت الا انفوق سرير في المستشفى. سرير جبته من البيت؟ هنا يا اخي عندي بيت والله عندي سرير. حكم الشاويش واقف فوق راسي فرصة اهرب ما مديني. والمحكمة راجعك وجابوا لي دواء. جابوا لك من وين؟ ودواء لقيت نفسي قدام نفس القاعدة. لا مغاولة يا أخي. شروع في الانتحار. ما نروح روح. وتعدى على المكتب. زول بتفتش في أمك. شهر سجن و100 جنيه غرامة. شنو؟ وبالعدم شهر تاني. أنا أدفع 100 جنيه. أنا أدفع 100 جنيه. طيب أمي ماتت ليه؟ أمي ماتت ليه؟ أنا أدفع 100 جنيه وأمي تموت في 30 جنيه. يا عالم حرام عليكم. يا ناس حرام. سيبوني أموت. خلوني أموت. حاملني أموت ليه؟ قالوا لي يمضي تعود عشان تعيش. طيب ما كان يمضي أمي تعود عشان تعيش. ليه يعني ليه؟ عشان ما عندنا أهل؟ لا خلاص كفاية كفاية. ده يا ريت لو القروش هي كل شيء، يا ريت لو الأرض هي كل حاجة. ده زمان ماتت فيه الخوة الإنسانية. ما تفتكر إنه اللي حصل لك ده لأنه ما عندك أهل. أنا عندي أهل لقيت منهم شنو غير الشقا والعذاب. كان وقفوا معاي. عندي أرض عملت لي شنو؟ كان لقيت شبر للقبر. عندي قروش سويت بها شنو؟ كان قدرت اشتريت الدواء لأمي. ودوني الزراعة، طلعوني من المدرسة ودوني الزراعة. ما ندمت، بقت لي صديق. غني مع الساقية واضحك مع الخدال. حرقت الأرض وزرعتها بإيدي. لو كان عندي أرض أمي كان عاشت. الأرض دفعتها لك. ما بترجع أمي. طلعوني من المدرسة وأنا أول الفصل ودوني للزراعة. ما ندمت، بقيت أغني مع الساقية واضحك مع الخدار وجيبي ملان. لو كان عندي جيب أمي كان عاشت. كانت بنت عمي بتدورني وبدور. الدنيا فرهدت في عيوني. بشوفه مع الساقية تطلع وتنزل مع القواديس. بشوفه في الموية، بشوفه في الخدار. أمي ماتت عيوني بتعلل ليها. وتقدمت لي يا عمي. وأنا اللي عاملها خالي. أخوي صرفت عليه وبقيته دكتور. دكتور وين؟ أنا أمي كانت محتاجة لدكتور. أخوي صرفت عليه دم قلبي وبقيته دكتور. ادوه بنت عمي وقالوا أنا جاهل. يا ريت لو عندي أخو دكتور ودوه بنت عمي. بكيت كان لقيت الدواء والسرير على الأقل. بكيت وبكت بنت عمي معاي. قالوا ده دكتور ما داري إنه يمرق من إيده. شغت ايدينا بالكسرة وماتت عشاني. حددوا يوم الفرح. فرح وين؟ راح كل اللي بنيناه. الساقية بكت والدموع ملت الخدار لما مات وانا قلبي نشف. عاوز اموت. جريت مرقت من الحلة والزغاريد مالية يضني. والسكلي ما فارقني. جريت كل ما اجي اسمع الزغاريد وراي. جريت لا من وقعت البحر. جريت لما دخلت المدينة. كرهت الحلة، كرهت الزراعة، وكرهت أبوي، وكرهت عمي، كرهتهم كلهم إلا صفية بريدة أكتر، لكن ماتت قدام عيوني. ماتت وهي بتنادي فيني. انت وين يا عبد الله وليدي؟ انا
ناس ما شفتوا لي جناح شاء. انت وين يا عبد الله تجي لامك؟ امك راجاك يا عبد الله. عبد الله مات، ولدك مات. اشتغلت مراسلة بعد 50 انترفيو. يوميتي جنيه، أنا كان يوميتي 50 جنيه زراعة، بقوا في فد يوم فد جنيه وأزيد. جيت المدينة ليه؟ دي قتلت امي. في يوم جات داخل المكتب، رحت الصبح المباريات الصغيرين. صفية صفية صفية، بختك اهو لقيت صفية. انا وين القى امي؟ دي ما كانت صفية، دي كانت سكرتيرة المدير جات راجعة المكتب من الإجازة. أنا كل يوم بقيت أشوف إن صفية. يمكن احسن من صفية. لا، إلا دي جريت ورميت رقبتي في البحر. ما طلعوني؟ طلعوه؟ طيب ما يمكن تلقى صفية، انا مطلعني ليه؟ أنا ألقى صفية؟ أخوي ادوه صفية. أخوي 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 الله، كنا حنضيع بعض. لا ان شاء الله الخنقه ما تكون معنا يا عبد الله. قريت يا اخي والله كان ريحتني. اي داير تروح انت وتخليني لهم قاعد انا عشان يلقوا ايدهم فوقي ما كريم.